السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض السجق البلدي الجميل. هنا انا حطيت السجق في طاسة من غير اي نقطة زيت خالص. الزيت اللي احنا شايفينه ده بيبقى نازل من السجق نفسه. بدل السجق تحميرة كده حلوة زي ما احنا شايفين، وبعدين بنزل بالمكونات بتاعتي والتوابل بتاعتي. هنا قطعت بصلة واحدة، حبيتين طماطم تقريبا، نص فلفل اصفر وفلفلايه خضراء. التوابل بتاعتي عباره عن فلفل اسود، شويه ملح، شويه كمون، الزنجبيل جميل، شويه فلفل اسود، ممكن شويه بهارات مشكله. بس مش هنكتر من الحاجات ديت لان اصلا السجق معايا بيكون فيه توابل وبس وخلاص. وهغطيهم بقى واسيبهم على النار شويه كده لحد ما يسرد الميه بتاعته زي ما احنا شايفين. وبألف هنا والشفا احلى سجق بلدي ممكن تاكلوه. بيتقدم ممكن تعملوه سندوتشات مع العيش الفينو او تاكلوه برز، يعني براحتكم بقى حسب ما انتوا تبقوا عايزين. وبصراحه الطعم والريحه رهيب، وضمان ان هو سجق بلدي ما فيهوش اي الوان، ما فيهوش اي حاجه. اللي من المولات بصراحه انا ما بحبوش. سجق البلد الجميل اللي من عند الجزار ده روعه. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.